طيب يا شباب، شايف دحين حاجة جديدة يسموها بي اتش اي في، يعني السيارات الهجينة كهربائية وبنزين مع نفس الوقت. محركين كهربائية ومحرك بنزين، تمام. وقاعدين يبيعوا ما شاء الله تبارك الله، يبيعوا لكم هورس باور. يقول لك محركين كهربائية ورا 460 حصان، ومحرك كهربائي قدام كمان 200 حصان، ومحرك بنزين 250 حصان، القوة الإجمالية 1000 حصان. أحا طيب أوكي، نفصلها واحدة واحدة. أنت ما شاء الله تبارك الله عندك محركات كهربائية بقوة 600 حصان. طيب يا شباب، ومحرك بنزين بقوة 250 حصان، يعني كم صرنا؟ 850 900 حصان إلى 1000 حصان. هل البطاريات اللي عندك تمام في السيارة تقدر تعطي كهرباء كفاية للثلاثة المحركات الكهربائية هذه عشان تطلع 600 حصان أو 800 حصان ولا 1000 حصان حقك؟ تمام. يعني بمعنى إذا كانت البطاريات 7 كيلو وات 8 كيلو وات، يا دوب تشغلك ثواني وبعدها حترجع لل 250 حصان حقك المحرك البنزين الأساسي. اوكي يا شباب، فلما تشوف قدامك ارقام مفجعه كده من شركات خنفشاريه نازله في السوق، تمام، لا تصدق الارقام هذه، خاصه لو انت راعي بر او راعي هورس باور، تمام. صدق الارقام اللي تطلع من محرك البنزين. او اذا كانت سياره كهربائيه بالكامل مثلا زي تسلا او لوسيد او الى اخره، لما يكون عندك 80 كيلو واط 100 كيلو واط 112 كيلو واط 118 كيلو واط من الطاقه من البطاريات، ذاك الساعه صدق الهورس باور، تمام. لكن لما يجي يحط لك محركات كهربائيه، 3 محركات كهربائيه، ويحط لك 10 كيلو واط 8 كيلو واط الى 20 كيلو واط، يا شباب مش كفايه. لازم تحط لي اقل شيء في السياره 40 كيلو واط 50 كيلو واط، صح تثقل من وزن السياره بس عشان يكون عندك كهرباء كفايه عشان تدف السياره وتلف المحركات الكهربائيه وتطلع الهورس باور اللي انت قاعد تتكلم عنه وقاعد تحكي عنه. وازيدكم من الشعر بيت، محرك البنزين ما حيلحق يشحن البطاريات علشان تعطي الكهرباء للمحركات الكهربائيه الاضافيه. علشان كده لا تصدقوا الارقام اللي موجوده في السوق. ارقام موجوده في السوق 700 حصان 800 حصان 900 حصان، 3 محركات كهربائيه محرك بنزين، لا تصدقوا الارقام. نزيدكم في السنابه الجايه. خلينا ابسط لكم يا شباب الموضوع بشكل اكبر عشان تقدروا تفهموا. مثلا لما نتكلم عن الكورفت الزد ار 1، المحرك البنزين يعطيك 1064 حصان، وعندك محرك كهربائي فقط يعطيك 186 حصان، تمام. بمعنى انه المحرك الكهربائي اشتغل ولا ما اشتغل طز فيه، لانه البطاريات اللي موجوده على السياره فقط 4 كيلو واط، حتشتغل بس كده عشان تعطيك دفه زياده، وعشان في القومه يشتغل معك الفور، وعشان بعدها في اللفات يكون عندك شويه كهرباء وشويه دفع رباعي علشان المنعطفات. نفس الحكايه في اللامبرجيني ريفولتو، نفس الحكايه في الفراري الاس اف 90، نفس الحكايه في الفراري 296. عندك احصنه بس قليل من المحركات الكهربائيه، والباور كله طالع من المحركات البنزين يا شباب، من المحركات البنزين ومن التيربو. بمعنى انك لما تيجي تشوف سياره خنفشاريه، تمام، يقول لك سياره 1000 حصان، اوكي 1000 حصان، من فين الاحصنه طالعه؟ يقول لك 3 محركات كهربائيه، كل محرك كهربائي يعطيك وراء 250 حصان، و250 حصان يعني وراء 500 حصان، وقدام 250 حصان، هذه كم صارت؟ 700 حصان او 750 حصان، وكمان عندك محرك بنزين 250 حصان، هذه صارت 1000 حصان. لا، انت اعتمد على رقم البنزين. رقم البنزين كم؟ 250 حصان. الكهرباء، المحركات البطاريات هذه كلها، تمام، حاطين لك بطاريه صغيره في السياره، اول ما تبدا تشد 40 ثانيه 50 ثانيه دقيقه دقيقتين خلصت الكهرباء اللي في البطاريات، وحترجع للاحصنه حقك ال 250 ارنب اللي موجوده في السياره. اوكي، انا ما شاء الله معايا جي تي ار، يعني بس اقول لك يلا شد، وبعد ما تشد وتخلص كهربتك انا حقوم بسيارتي والحقك واقصك واقول لك باي باي. مو بس كده، حتى لو معك كامارو حتقول له نفس الحكايه، حتى لو معك موستنج حتقول له باي باي. ليش؟ لانه لا تقعد تكذب علينا انه عندك 1000 حصان وانت ما عندك 1000 حصان، انت عندك فعليا 250 حصان، وعندك 900 حصان لمده 30 ثانيه او 20 ثانيه او 40 ثانيه او وات ايفر. فهمتوا الفكره يا شباب؟ انا احاول اطلع لكم فضايح الشركات علشان لا يبيعوا لكم احصنه، خاصه الشركات الجديده الخنفشاريه اللي ما لها اسماء، اللي نزلت لنا في السوق، تمام، وقاعدين يبيعوا على راسنا، وكل يوم مع المشاهير لوك 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 لوك. حبيبي انا مهندس سيارات، ابني محركات، ابرمج سيارات، اطلع فضايحكم بالملي بالملي بالشعره. طيب يا شباب، مرسيدس وقفت محركات الأربع سرندل في إصدارات الاي ام جي، بمعنى إنه كان عندك محرك 4 سرندل 2.0 يعطيك 460 حصان، ومعاه محرك كهربائي 200 حصان. القوة الإجمالية كانت تقريبا حوالي 670 حصان أو 660 حصان. طيب يا شباب، إيش اللي صار؟ وقفوا المحرك الأربع سرندل هذا مع تقنية البي اتش اي في. ليش وقفوها؟ يقول لك نحن حنرجع لل8 سرندل تبعنا، 8 سرندل توين تيربو، أو حنحط 6 سرندل ال لاين تيربو. بمعنى انه يا شباب هم كده وصلوا لمرحله انه زباينهم زعلانين، تمام،
وزباينهم من قبلها في الاصدارات اللي قبلها سي 63 اس تمام والاي 63 اس كلهم عندهم 8 سرندل توين تيربو. فالزباين مره زعلوا من موضوع الاربع سرندل ومعاه محرك الكهربائي، فقالوا ايش يبغوا؟ يبغوا 8 سرندل. قالوا خلاص حنرجع لكم محرك ايش؟ ال8 سرندل. غير كده يا شباب قوانين الاميشنز في اوروبا تمام خنقتهم في موضوع ايش؟ 4 سرندل وعليه تربو مره كبير. صورت لكم التربو قبل كده، التربو اللي عليه مره كبير تمام، ونافخين بوست تمام، ومسوين البرمجه لكل الدول. يعني لازم تخلي الانجن ريتش عشان تطلع 460 حصان 470 حصان من 4 سرندل 2.0 مع تربو مره كبير تمام، واساسا التربو مره لاقي تمام. لازم تخلي الانجن مره ريتش. في الحاله دي ما عدى الايميشنز في اوروبا، علشان كذا قالوا يا شباب اسهل لنا نرجع ثاني مره لمحرك الثمانية سرندل التوين تيربو، نقدر نخلي الميكشر جوه الانجن لين تمام، ونطلع باور برياحيه وتوين تيربو، والزباين مبسوطين والحكومات مبسوطه والتصدير اسهل. فعلشان كده يا شباب قالوا حنرجع لل8 سرندل. الف مبروك. وقالوا كمان ايش كمان يا شباب؟ حيحطوا لكم 6 سرندل اللاين. عموما ال8 سرندل حيرجع ثاني مره في اصدارات الاي ام جي ثاني مره يا شباب.